محمد رمضان رفض وقال انه امر داخلي. كل الكلام ده كذب. لم يحدث على الاطلاق اي وساطه في الصلح ما بين اللاعب وما بين الكابتن محمد رمضان، ولم يحدث اي تواصل بين الوكيل ومسؤول النادي الاهلي، واللاعب لم يطلب من وكيله هذا الدور نهائي. ده يعني دي يعني ده بص مين اللي بيحايله، بص مين اللي بيحايل طاهر. يعني انتوا بصوا مين اللي بيحايل طاهر. انا يعني فاكرين دموع طاهر دي لما كان شاف ان خلاص الدنيا ضلمت بالنسبه له وخلاص، هو اللي بيحايل طاهر. يعني هو وبعد كده شوف دلوقتي طاهر بقى اللاعب الاساسي، اللاعب الرائع في النادي الاهلي بعد